رمضان جاء نعم النعم نلنا الرجاء. أهلا بأيام الهنا من صامها بلغ المرام ملئت ليالينا السنة. بسم الله الرحمن الرحيم. ضمن الله سبحانه وتعالى آيات الصيام آية في كتابه تحث على الدعاء، وهي قول الله سبحانه وتعالى: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداع إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. إذا أراد الإنسان أن يحسن الدعاء فعليه أن ينظر إلى من صلح دعاؤهم وبانت نياتهم الحسنة في دعائهم، كزكريا عليه السلام إذ قص الله سبحانه وتعالى لنا خبر دعائه، هذا النبي المبارك الذي يقول الله سبحانه وتعالى: ذكر رحمة ربك عبده زكريا. فرحمة ربك هنا في ذكر هذه القصة لنا، الذي هو بحد ذاته زكريا كان رحمة من الله سبحانه وتعالى في تعليمنا هذه القصة المباركة. ذكر رحمة ربك عبده زكريا إذ نادى ربه نداء خفيا، كان يكثر من النداء لله سبحانه وتعالى. إذ نادى ربه نداء خفيا قال: رب إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبا ولم أكن بدعائك رب شقيا. وهو يعدد هنا نعم الله سبحانه وتعالى عليه أن أمد له في العمر وأنه كان مجاب الدعوة. ثم قال: وإني خفت الموالي من ورائي وكانت امرأتي عاقرا فهب لي من لدنك وليا. هنا يذكر ضعفه وحاجته وتذلله لله سبحانه وتعالى، وأنه لا يملك لنفسه إجابة هذا الدعاء، ويتقرب إلى الله سبحانه وتعالى بإجابة هذا الدعاء. القصة من أراد أن يفهمها وأن يعرفها فليقف عندها مع كتب المفسرين وأقوال العلماء الناصحين. لكن بعد إجابة الدعاء، عندما أجاب الله سبحانه وتعالى دعاءه، أكثر زكريا عليه السلام من عبادة الله ومن ذكره ومن تذلله له سبحانه وتعالى، ولم يعرض عن الله سبحانه وتعالى، وهي خصلة في المتقين لا بد للإنسان أن يحافظ عليها إن دعا الله سبحانه وتعالى فحقق مراده. دمتم بخير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذا ابتهاج المسلمين فرحا بما حملت يدها، يدعون رب العالمين أن يغنموا مما حبا.